السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر أحمد العبد من قناة دروس عالمية أونلاين. إن شاء الله هنكمل مع بعض حل امتحانات بنك أسئلة المعاصر للمراجعة النهائية. امتحانات المحافظات هنحل النهاردة محافظة المنوفية إدارة منوف. نبدأ مع أول حاجة. Choose the two correct answers out of the five options given. Number one. Global warming اللي هو الاحتباس الحراري has a bad note on the environment. الاحتباس الحراري ليه إيه سيء على البيئة؟ طبعا هنا نتكلم في التأثير السيء، يبقى هنا effect دي أول حاجة. لتر A تأثير. طبعا كوز يسبب أو سبب. affect يؤثر. reason اللي هو سبب. وطبعا هنا كلمة impact معناها تأثير. Number two. سمير is a very honest person. سمير ده رجل أمين. The word honest is the synonym of كلمة honest مرادفة لإيه؟ honest يعني أمين، يبقى هنا ممكن نقول reliable يعتمد عليه، وكمان trusted موثوق فيه. طبعا كلمة novel ممكن نقول عليها رواية أو ممكن تبقى معناها جديد. available متاح. crazy مجنون. النوع التاني من الأسئلة اختار إجابة واحدة من أربعة. Number one. I'd rather you not your time. والله انا افضل انك ايه، انك يعني ايه ما تكونش بتضيع وقتك. I'd rather لما يجي وراها جمله كامله بيجي وراها حاجه من الاثنين، يا ماضي بسيط يا ماضي تام. طبعا ماضي تام لو فيه اي تعبير زمني يدل على الماضي زي كلمه yesterday او last او ago، فانا بجيب هنا ماضي تام. طبعا ما فيش حاجه موجوده منهم، يبقى هنا ماضي بسيط. يبقى I'd rather you didn't waste. انا افضل الا تضيع وقتك. Number two. blood knot is one of the most dangerous diseases nowadays. طبعا blood اسمها ايه؟ blood pressure اللي هو ضغط الدم، يعتبر الناس اللي عندها ضغط يعني من اخطر الامراض في هذه الايام. طبعا كلمة pleasure سعادة. كلمة leisure اللي هو زي leisure time وقت الفراغ. treasure اللي هو كنز. Number 3. عمرو نوت a cup of coffee every morning. It's his habit. لما يقول لي هنا it's his habit. his habit يعني دي عادته. من عادته إذا هو معتاد على فعل الشيء دلوقتي، يبقى هنا is used to drinking. إذا عمرو بيعتاد إن هو يشرب فنجان قهوة كل يوم الصبح، دي عادته. لو قال لي it was his habit كان من عادته، إذا لم تعد عادة الآن، يبقى هنا used to. تمام. Number 4. He is over the moon. He not the final match. احنا قلنا التعبير اسمه over the moon، ده معناه يعني سعيد جدا. هو سعيد جدا ليه؟ في الماتش النهائي لانه طبعا فاز بالمباراة النهائية، يبقى he has won. يا مستر طب انت بتقول فاز يبقى won بس ماضي بسيط. ركز معايا. هو المضارع التام انا اخترته ليه؟ مش المضارع التام يعبر عن حدث تم في الماضي وله اثر في الوقت الحاضر؟ ايوه هو فاز بالمباراة النهائية فاظهرها دلوقتي ان هو قدامي فرحان. تمام. يبقى هنا الليتر دي مضارع تام، خدناها طبعا في يونت 3. Number 5. My father traveled abroad. بابا سافر للخارج. So I felt really for the first month. يبقى هنا بابا سافر للخارج عشان كده شعرت ايه؟ شعرت بالوحدة في أول شهر. يبقى هنا lonely. تمام. يبقى دايما كلمة feel lonely يشعر بالوحدة. طبعا alone بمفرده يعني by himself بنفسه، عمل حاجة بنفسه مثلا. وكلمة only فقط scary يعني مخيف. Number 6. while not comma the thief tried to escape. خلي بالك while هنا ما جاش بعدها فاعل. إذا لم يأتي بعد كلمة while فاعل، فاكرين كنا بنجيب إيه؟ برافو عليكم، بنجيب verb plus ing على طول. طيب هنا هقول is arresting was arresting being arrested was being arrested. خلي بالك الجملة التانية بدأ بإيه؟ the thief هو اللص حاول يهرب. طب وكلمة arrest موجودة في الاختيارات، هل أثناء ما اللص بيقبض على حد هو كان بيحاول يهرب؟ ده اللص هو اللي بيتقبض عليه. اذا اللص هنا مفعول، يبقى انت هتجيب صيغه مجهول، يبقى being تصريف ثالث، يبقى هنا being arrested. يبقى ممكن يجي بعد while فعل في اي ان جي على طول لو كانت جمله معلوم، او being والتصريف الثالث لو كانت جمله مجهول. وخدنا طبعا الماضي المستمر في الوحده الاولانيه ما كنا بنقارن بينه وبين الماضي البسيط. Number 7. It's not for granted that it hardly rains in Egypt in summer. طبعا في تعبير خدناه فاكرين اسمه ايه؟ It's taken for granted يعني شيء مسلم به ان طبعا it hardly rains ان الجو ممكن يمطر في مصر في فصل الايه الصيف. Number 8. There are no clouds. مفيش اي سحب. I think it اعتقد ان هي ايه؟ طبعا مفيش اي سحب، فده يعتبر دليل على عدم المطره. يا مستر بس احنا قلنا لما الاقي think بجيب will، بس لما يكون عندك دليل الدليل اقوى من will، يبقى او اقوى هنا من think. يبقى there are no clouds يبقى it's not going to rain. الجو لم يمطر، لن يقوم بالمطر يعني. تمام. هنا تنبؤ طبعا مع وجود دليل. Number 9. I usually my pen friends by both phone and email. انا دايما
يعني بتواصل مع اصدقائي بالتليفون وايه والايميل، يبقى هنا طبعا ايه كونتاكت. تمام، يبقى يتصل باصدقائه. كلمه كوميوت معناها طبعا بيسافر مثلا كل يوم او بينتقل دائما في السفر يعني. كلمه كونكت يعني يوصل، communicate يعني اتصال. نمبر 10، King Lear was a great. King Lear تعتبر ايه؟ طبعا was a great success تعتبر ايه؟ يعني حققت نجاح ايه او رواية ناجحة جدا. طبعا successful يعني ناجح، succeed يعني ينجح، successfully يعني بنجاح. نمبر 11، I really regret. خلي بالك هنا بقى، انا بقول انا فعلا بندم نقط a lot of money I am penniless. penniless هنا مقصود بها مفلس، ما بقاش معايا فلوس. يبقى هو كده انفق كل فلوسه او فلوس كتيره. اذا regret ممكن يجي وراها طول مصدر بمعنى يأسف، او فعل فاعل يجي بمعنى ان هو بيندم على الشيء ده. طبعا هتبقى هنا ايه spending، يعني حتى بيقول ايه انا بقيت مفلس، يبقى هو ايه بيندم على انفاقه فلوس كتير جدا. وخدنا طبعا الحته بتاعت تو زائد المصدر والفعل فاعل يجي في الوحده الاخيره الوحده السادسه. نمبر 12، let's not someone surfing tomorrow. طبعا هنا لو ما كانش جاب some كنت ممكن اقول ايه let's go windsurfing. لما قال لي هنا someone surfing يبقى هنا do some windsurfing. تمام. Number 13، France is a country in European Union الاتحاد الأوروبي. طبعا هنا European بدأ بنطق ايه متحرك، فكنت ممكن اقول آن، لكن لو قلت آن يبقى ينفع اجمعها، فهنا اقول آن European Union يعني في اتحادات أوروبية، إذا المعنى خطأ، إذا هنختار هنا ذا. تمام، يبقى هنا ذا European Union. وقلنا الكلمات اللي فيها Union أو United أو Republic بتاخد قبلها ذا. Number 14، we should motivate youth. يجب ان احنا يعني نعمل دافعية عند الايه، نحفز الشباب. to not money to charities. طبعا هنا donate money انهم يتبرعوا بالمال للجمعيات الخيرية. طبعا borrow يستعير، او يعني يدين، اون يمتلك. ناخد بعد كده قطع الكومبرينشن، وقلنا نحاول نطبق سكيم اند سكان زي ما قلنا قبل كده. سكيم قراءة عابرة، بقرأ الموضوع مرة واحدة واشوف بيتكلم على ايه بصفة عامة، ولو عندي كلمة صعبة بعمل تحتها خط وارجع اعمل لها جيسنج استنتاج للمعنى. اقرأ الأسئلة وارجع اعمل سكان، فده فحص وتدقيق عشان اوصل للإجابة اللي عاوزها. نقرأ مع بعض. Many people have jobs that are not very interesting. في ناس كتيرة عندها وظائف مش يعني ايه مش مسلية ولا ممتعة خالص. But a lot of people have to work at night. لكن ناس كتيرة ايه يعني مضطرة تعمل بالليل، تشتغل بالليل يعني. And this is very difficult. طبعا ده موضوع صعب جدا. When everybody else is getting ready to go out. لما الناس كلها بتبقى مستعدة عشان تخرج. They have to go to work. مضطرين يعني ايه يعني يروحوا العمل. And this puts a lot of psychological stress on them. Psychological يعني نفسي، ده بيجعل عليهم ضغط نفسي. يعني انت رايح الشغل بتاعك والناس راح تخرج عشان تتفسح او تشتري حاجات. It's also not very healthy because the human body is designed to be active in the day and to rest in the dark. الجسم الإنسان مصمم إنه يبقى نشيط في اليوم أو في النهار، يعني هنا ده يعني نهار، وبيسرح فين في الظلام بالليل يعني. If this cycle is changed، لو الدائرة دي اتغيرت it can have a bad effect on a person's health. هيبقى ليه تأثير سلبي أو تأثير سيء على صحة الشخص. So لذلك why do people do night shifts؟ ليه بقى الناس بتقوم بعمل يعني شفتات ليلية أو ورديات ليلية. Nowadays a lot of jobs have to offer a 24-hour service. دلوقتي في وظائف بتقدم خدمة 24 ساعة. Like hotels زي الفنادق، delivery companies شركات توصيل، some supermarkets بعض السوبر ماركتات open all night and all day بتفتح طول الليل وطول النهار. all centers كل المراكز and hospitals والمستشفيات. It's true that some people only need a few hours of sleeping at night. ده صحيح إن بعض الناس تحتاج فقط ساعات قليلة من النوم بالليل. But the majority need 8 hours. لكن الأغلبية بتحتاج 8 ساعات. Humans are most active in the middle of the day. البشر بيبقوا نشطاء في منتصف النهار. And when they are least able to concentrate and be efficient is between 2 a.m. and 4 a.m. خلي بالكم، ودايما بيقول لك يعني الإنسان أو البشر بيبقى أقل من ناحية التركيز والفاعلية بيبقى بين الساعة 2 والساعة 4 صباحا. This is the worst time to drive. وده أسوأ وقت للقيادة بتاعت السيارة. Or to do anything أو تعمل أي شيء that needs concentration بتحتاج تركيز. The body finds it's very difficult to adapt to the opposite cycle.
الجسم بيجد صعوبة ان هو يتأقلم ويتكيف مع الايه؟ الدائرة العكسية. دائرة الايه؟ الدائرة الطبيعية للإنسان ان هو ينام بالليل ويصحى بالنهار. Things aren't likely to get better in the future. يعني الأمور لا يبدو عليها انها تبقى تتحسن في المستقبل. ليه؟ Because more businesses are working 24 hours cycles to keep in step with our 24-hour society. لأن هنا بعض الأعمال التجارية والشركات يعني هنا بتعمل 24 ساعة في دايرة 24 ساعة، عشان طبعا to keep in step with، عشان تتماشى مع المجتمع اللي هو شغال 24 ساعة. Number one, the main idea of the passage is about، الفكرة الرئيسية بتاع القطعة هتبقى إيه؟ طبعا هنا how working at night can be harmful، ازاي العمل بالليل ممكن يبقى ضار بالنسبة للايه؟ للإنسان. Number two, the writer thinks that you need، الكاتب بيعتقد انك محتاج ايه؟ طبعا هنا concentration، التركيز طبعا. Number three, according to the passage we can infer that، وفقا للقطعة احنا ممكن يعني بنستنتج ايه؟ ممكن نستنتج ان people لتربيه need to sleep early between 2 a.m. and 4 a.m. الناس محتاجة تنام بدري طبعا، وتكون نايمة بين الساعة 2 والساعة 4. احنا قلنا في الوقت ده مفيش تركيز خالص والفعالية بتبقى أقل. Number four, we can summarize the last paragraph that in the future، احنا ممكن نلخص آخر باراجراف in the future ايه؟ طبعا احنا قلنا في وظائف هتبقى مستمرة في العمل بالليل. some jobs will always be done at night، في بعض الوظائف هتستمر ان هي ايه؟ يتم عملها بالليل زي ما قلنا الورديات يعني. Number five, the underlined word active can be replaced with، كلمة active ممكن نستبدلها بإيه؟ طبعا هنا energetic، يعني active هنا نشيط، energetic حيوي ونشيط. Number six, the writer thinks that the majority of people need not hours of sleep، الكاتب بيعتقد إن أغلبية الناس محتاجة كام ساعة للنوم؟ طبعا احنا قلنا الأغلبية إيه؟ 8 hours، 8 ساعات. Number seven, people who have to work night shifts struggle with، الناس اللي بتبقى مضطرة تعمل شيفتات ليلية بيكافحوا مع ايه؟ struggle with، يبقى هنا psychological stress اللي هو ايه بقى؟ ضغط نفسي. احنا بقى كده الترجمة، قلنا قبل كده الترجمة بلاش نستسهل الترجمة ونحلها باستهتار. الترجمة يا جماعة، الترجمة الاختياري يعني خطيرة جدا، لأنك يا إما تاخد الدرجة يا إما تاخد صفر. عشان كده لازم اخلي بالي من السينونيم والانتونيم، المرادف والمضاد، السافكس والبريفكس في حروف البدايه والنهايه، والتشابه بين معاني الكلمات والنطق بتاع الكلمات كمان. وكمان الحته بتاعت الجرامر ان يضيف اس او يضيف اي دي او ما يضيفش، دي معتمد على فهمك للحوار اللي موجود قدامك. وممكن كلمه او جمله تبقى غلط عشان حرف واحد. International tourism brings in foreign currency, provides employment and helps people to understand each other. خلي بالك هنا لو ترجمة طويلة عليك ممكن تقسمها اتنين عشان تستبعد أول بأول. إن السياحة القومية تجلب، استنى يا مستر، القومية إيه؟ دولة انترناشونال، دولية، يبقى قومية غلط. طب التانية مش هكمل لأن دي بره خلاص. إن السياحة الدولية تجلب العملات الجارية، ده هنا إيه؟ فورين، أجنبي، يبقى جارية غلط. بجيب لك كلمات مشابهة للكلمة الأصلية اللي هي أجنبية يعني. لتر سي، إن السياحة الدولية تجلب العملات الأجنبية، دي صح، وتوفر فرص العمل وتساعد الشعوب على فهم بعضهم البعض، لا دي تمام. طب نشوف لتر دي غلط ليه عشان أكد إن لتر سي هي اللي صح. إن السياحة الدولية تجلب العملات الأجنبية وتوفر البطالة، استنى ده هنا إيه؟ provides employment، لا ده هنا إيه؟ فرص العمل، يبقى البطالة غلط. إذا فعلا زي ما قلنا لتر سي هي الإجابة الصحيحة. ناخد الترجمة التانية، ترجمة من العربي الإنجليزي بنفس الطريقة برضو، وركز. يسعى المتطوعون إلى خدمة مجتمعهم المحلي دون مقابل، حيث إن رغبتهم في مساعدة الآخرين وتطوير مجتمعهم هو مصدر سعادتهم. أول حاجة volunteers seeks to serve their local community for free، كده لحد كده تمام. their desire to help others and develop its community، استنى يا مستر، هما its عايدة على مين؟ عايدة على volunteers، فور كان قال لي there، اذا اتس دي غلط. شوف بقى جايه في ايه بقى؟ حته جايه خاصه بالترجمه، فلازم ناخد بالي هنشرب هنا اتس. الحته ديت اللي جايه في الترجمه ديت خاصه بالجرامر، فطبعا لازم نصحصح. ليتر بي، نفس السطر الاولاني مفيش مشكله، بس التاني بيقول لك ايه؟ ديفلوب اتس، برضو دي غلط. وكمان كوميونتي ار ذا سورس، المفروض ده كله از، تمام. لان بيقول لك ايه؟ الرغبه، ذا ديزاير تو هيلب اذرز، الرغبه دي المفروض اقول از مش ار. ليتر سي، volunteers seek to serve their local community for free.
Their desire to help others and develop their جابها لي صح المرادي community is the source of their happiness دي صح. إذا الأخرانية غلط نأكد برضه. Volunteers seeks استنى بقى ده هنا volunteers اسم جمع المفروض أقول seek شوف بقى عشان حرف الإس عشان كده بقول لك خلي بالك وركز في الجرامر يبقى هنا فعلا letter C هي الإجابة الصحيحة. ناخد بعد كده treasure island جزيرة الكنز نمبر 1. If you were Jim لو أنت في مكان جيم would you leave your mother and go with the others to search for the treasure لو أنت مكان جيم هل كنت هتترك مامتك وتذهب مع الآخرين and go with the other وتذهب أنت مع الآخرين عشان تبحث عن الكنز؟ ممكن أقول no I wouldn't طبعا مش هعمل كده no I wouldn't do that ليه؟ My mother is very important than any treasure طبعا مامتي مهمة عن أي كنز آخر غالية عندي جدا طبعا. نمبر 2. Why do you think they decided to go to the fort؟ هنا طبعا بيقول لك ليه تعتقد ان هم قرروا يروحوا من ايه القلعة او الحصن؟ ممكن نقول because they can protect themselves in the fort لان هم ممكن يحموا نفسهم في الحصن او القلعة. Number 3. Why do you think the captain didn't want any sailors to see him؟ الكابتن ما كانش عاوز اي بحارين يشوفوه. ممكن نقول he thought they would take his box هو كان بيعتقد ان هم هياخدوا منه الصندوق وكمان فاكرين في الصندوق كان فيه ايه the map of the treasure اللي هي الخريطة بتاعت الكنز كمان. اخر سؤال عندي اكتب مقال طبعا 160 150 كلمة عن ايه pros and cons of modern technology مميزات وعيوب التكنولوجيا الحديثة. زي ما قلت لكم ان شاء الله هجمع لكم كل المقالات في ملف واحد باذن الله اول ما اخلص على طول عشان نستعد بقى لايه المراجعه النهائيه بتاعتنا اللي هتبقى جميله السنه دي وكمان بنجهز امتحانات الازهر خلال يومين ثلاثه ان شاء الله هنحلها عشان برضو حبايبنا بتوع الازهر يمتحنوا تقريبا يوم 23 حاجه زي كده فنجهز لهم حاجاتهم على طول باذن الله. احنا كده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات القادمه ان شاء الله. كان معكم مستر احمد العبد من قناه دروس تعليميه اونلاين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.